من كان يظن أن أسود الأطلس ستسقط فوجئ بأنها افترست الجميع. المغرب فعلها رغم أنف المشككين. في ملاعب إفريقيا لم يكن حضور المنتخب المغربي للمحليين صدفة ولا مجرد مشاركة، لقد كان حضور الأبطال. مباراة بعد مباراة، إثبات بعد إثبات، حتى ارتفعت الأعلام المغربية وزغردت الجماهير لتعلن ميلاد إنجاز جديد في تاريخ الكرة الوطنية. لكن على الضفة الأخرى الجزائر كان المشهد مغايرا تماما. هناك حيث انتظروا سقوط الأسود عمت الصدمة وخيم الحزن والسعار. لقد ارتفع المغرب فوق كل التوقعات وأحرز لقبه الثالث ليجلس على عرش بطولة إفريقيا للمحليين 2025 بلا منازع. بهذا الإنجاز يرفع المنتخب المغربي رصيده إلى 3 ألقاب في البطولة، معززا موقعه في صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا في تاريخ الشان، ومؤكدا التطور الذي تشهده الكرة المغربية على صعيد التنظيم، التكوين والمردودية التنافسية. المغرب كتب التاريخ مرة أخرى واللقب الثالث صار حقيقة. هل هناك من يستطيع الوقوف في وجه الأسود القادمة؟ أم أن القادم سيكون أكثر إثارة وصراعا؟